أهلا بيكم، أنا سامية علوبة. النهاردة عايزة أوريكم بعض التمارين للأرداف. احنا عملنا مرة قبل كده، عملنا واحنا واقفين اللي أنا بسميه الأرفصة، السكوات، اللي هو نقعد تقريبا، هنقعد على الكرسي ما نقعدش ونقوم. دلوقتي هنعمله بطريقة تانية للي يقدر ينزل على الأرض. وعلى فكرة بعد كده هوريكم هنعمل تمرين ازاي للي صعب عليهم ينزلوا على الأرض، ينزلوا على الأرض ازاي ويطلعوا ازاي. بس مهم برضو قبل ما نعمل النزول على الأرض قوي نكون قوينا العضلات دي بالتمارين اللي عملناها قبل كده. دلوقتي هننام على الأرض. دايما لما بننام على الأرض ممكن نحط حاجة تحت رقبتنا، لو عايزين نخلي دقننا ناحية الصدر. هنحط ايدينا جنب الأرداف، الرجلين قريبة مننا، فأنا هقرب شوية كده، الرجلين الكعب قريب مننا. دلوقتي في فجوة اللي بين الوسط والأرض، هزق الوسط في الأرض، هعمل أنا بسميها سكوب، غرف، حركة غرف بالحوض، ونطلع لفوق ومجمدين العضلات دي. ما نطلعش فوق قوي اللي احنا نقوس الظهر، لا، فوق ومجمدين العضلات دي. وبعدين ننزل الوسط ناحية الأرض ونريح. شهيق مع الزفير، وسط في الأرض، حركة الغرف بالحوض، ونطلع مجمدين العضلات دي وننزل. شهيق وزفير تاني، شهيق مع الزفير، غرف، نطلع مجمدين وننزل. عادة مع التمرين ده بنعمل برضو تمرين للعضلات الداخلية بتاعت الفخذ، وبيشغل برضو الأرداف. فهنعمل شهيق، نزق الوسط في الأرض، مع زفير نغرف ونطلع. دلوقتي الشهيق مع الزفير، نضم الركب ونفتح. شهيق زفير بيشغل العضلات دي والعضلات الداخلية. وبعدين ممكن نمشي بنفس النظام اللي عملناه قبل كده. 1 2 انقباض، 3 اطلع، انقباض انقباض انقباض، اريح شويه، مش ضروري انزل لغايه الاخر. غرف، اطلع، انقباض انقباض انقباض، اريح. ممكن اغرف، اطلع، 1 2 3 اريح، 1 2 3 اريح. 4 مرات هعمل كده. رابع مرة 2 3 وأنزل وسطي الأول وأريح. في تمرين تاني أصعب شوية، طبعا أنا بقول 4 مرات، وزي ما اتفقنا كل ما نلاقي نفسنا بنعمل بسهولة يبقى نزود عدد المرات. التمرين اللي برضو للأرداف، أرفع رجلي وكأني بزق الأرض وننزل، قصدي السقف، بزق السقف وننزل، بزق السقف وننزل. اللي أصعب شوية يا إما أنزل كده وأجيب رجلي جنبي، بس اللي أسهل أطلع وأروح ناحية الرجل البعيدة. يعني لو دي رجلي اليمين يبقى أنا واقفة على الشمال وبحط دراعاتي حوالين الشمال، أطلع ونزل، أطلع ونزل 4 مرات. بعدين أزق ركبة لقدام، 1 2 3 4، أزق الهواء وأدنيه 4 مرات. ممكن مرتين بس في الأول لو التمرين ده صعب، عشان يبقى صعب على ناس كتير. واريح. التريح برضو الوضع ده بيريح قوي. أزق الأرداف ناحية الكعب وأفرد، أطلع، أوصل الظهر وأدوره. ده بيساعد يريح إطالة الظهر من الأسفل. وبعدين يبقى تقويسة وتدويرة زي القطة. وبعدين ممكن وانا مدورة ظهري بشويش انزل تاني، برضو ده بيعمل إطالة لعضلات الظهر وبيريح. يبقى كده عملنا الأرداف. طبعا لازم نعمل الناحية التانية كمان.